اما حكم بيقول لي لاعب بيدفع كابتن الفريق بيقول له امشي يالا امشي يالا، واحنا يا جماعه بنلعب في الشارع؟ تريزيجيه ايه؟ تريزيجيه وهو قائد النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي في الملعب، واللي يحق ليه في ان هو او يحق ليه ان هو يتكلم مع الحكم بما انه الكابتن لابس الشاره الراجل يعني، بعد اذنك يعني الراجل لابس الشاره يعني ده طبيعي يعني، فرايح يتكلم معاه. فحضراتكم طبعا شفتوا انه دفع تريزيجيه، قال له امشي يالا امشي يالا. احنا بنتكلم على واحد من نجوم الكره المصريه تريزيجيه. ما هو معلش يا جماعه برضه، ما هو اللي يغلط لازم نقول انه غلط، مش الشناوي اتعاقب واستحق العقاب، وانا بقول لك الشناوي يستحق العقاب اهو، في اكتر من كده؟ اتقال لحسين الشحات من محمود وفا، اتقال له لما تبقى تعرف تلعب يبقى تعالى اتكلم معايا على مسؤوليتي، انا بقول لك كلام على مسؤوليتي، لما تبقى تعرف تلعب يبقى تعالى اتكلم معايا. هتقول لي ما هو ده تجاوز ما فيهوش شتيمه، لا هو اصلا معلش مع كامل احترامي وتقديري يعني لاي حكم، يعني انت مالك اللعيب ده بيعرف يلعب ولا ما بيلعبش؟ انت مالك اللعيب ده بيعرف يلعب ولا مش بيعرف يلعب؟ دي حاجه ما تخصكش. كون انك تروح تقول للاعب عشان بس بيعترض عليك تقول له لما تبقى تعرف تلعب تعالى اتكلم معايا، لا ده في حد ذاته تجاوز وغير مقبول، مع وضع في الاعتبار ان اي تجاوز من اي لاعب تجاه اي حكم سواء في الاهلي. وانت تعرف ابو الوفا ان تريزيجيه ده الكابتن اعتقد الثاني بعد محمد صلاح في المنتخب، يعني اعتقد ده كابتن منتخب مصر، الكابتن الثاني والثالث حاجه زي كده يعني. ده كابتن منتخب مصر تريزيجيه. انت بتزقه، انت قلت يالا ومش يالا، بعض الاقوال تقول لك انت قلت له ابعد يالا حاجه زي كده. ما سمعناش، مش هتكلم عن حاجه ما سمعتهاش، ولكن انت زقيته. هو الراجل ولا قرب منك ولا اعتدى عليك، الراجل بيكلمك عادي. انت ممكن تقول له لا مع العزيزه مش هتكلم وما تتكلمش، في حكام بتعمل كده. لكن انت تزق كده وانت مش بلطجي، انت هنا القانون بيحميك، قانون الملاعب والتحكيم بيحميك. انت تزق لعيب زي كده على فكره. اتحاد الكوره، انت الراجل ده الحكم ده لو ما وقفتوش، مش هقول لك عشان ضربه جزاء، خلاص دي وجهه نظر، انا هقول وجهه نظر على حسب رؤيه الحكم ماشي. لكن الحكم يقعد يشتم ويعمل 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 ويعمل، لا يا باشا، اكيد اتحاد الكوره ورجل التحكيم عرفوا الحوار زي ده. هنا الحكم والمراقب بيكتبوا الاحداث اللي دارت في اللقاء. طب مين هيكتب لك اتحاد الكوره او لجنه التحكيم ان الحكم ده شتم ده او شتم ده؟ مش حد بيكتب لك الا واحد بقى عنده ضمير، الحكم ده عمل واحد اتنين تلاته اربعه.